عيب بقى، ما قلت لك انا عازمك يا ماما. خلاص ماشي، يلا اطلب الحساب بقى خلينا نمشي. سيبك، كل ده امره سهل. المهم انت مبسوطه؟ اه يا ابني، حد يلاقي الدلع ده ما يبقاش مبسوط؟ اطلب الحساب بقى خلينا نمشي. المهم عايزه حاجه تانية ولا كفايه؟ لا الحمد لله انا شبعت. فكري فكرت يا ماما، فكري. فكرت. طيب لو سمحت الحساب. الحساب 1000 جنيه بس يا فندم. هو انت عامل اشتراك سنه ومن ابو 1000 جنيه ولا ايه؟ وماله كده كده ابني اللي عازمني. ادفع يا ادفع ايه؟ الفلوس. فلوس ايه؟ الحساب. حساب ايه؟ يلا بقى خلاص خلينا نمشي. ماما انا مش معايا غير 5 بس. طب ماشي، اديله منهم 1000 بس. 1000 ايه؟ يا ابني ما تبقاش غبي، انت مش معاك 5؟ اديله 1000 واحده بس. ماما انا معايا 5 جنيه مش 5000. ايه؟ بصي ادفعي، واول ما اتخرج والاقي شغل اقسم بالله هديهم لك. ادفع ايه؟ الحساب. حساب ايه؟ الفلوس. فلوس ايه؟ انت فين واحنا مين؟ السلام عليكم. طب حضرتك انا معايا دول. ينفع اديهم لك واقسط الباقي طول عمري؟ بلاش هزار حضرتك بقى. لا والله انا مش بهزر، انا بتكلم جد. اقعد بس افهمك. دي امي وهي مريضه نفسيا، وانا كنت جايبها هنا عشان افرحها، وطلبت حاجات كتير وانا ما رضيتش اكسفها، وما الصراحه معيش فلوس ادفع. طب بس خلاص الحساب عندنا وما تزعلش نفسك. لا انا ما اقبلش على نفسي حد غريب يدفع لي. يا عم احنا اخوات. طب اذا كان كده انا هجيب حبيبتي كمان افرحها بكره، هي كمان اصلا مريضه عقليا يا عيني.